هنتكلم اكتر على العجينة مش على الحشو، لان الحشو ده احنا نقدر نغير فيه زي ما احنا عايزين. العجينة دي بالرغم ان هي اقتصادية، يعني لا بيض ولا لبن، بس مع ذلك بنلاقيها حلوة جدا وهشة قوي. اللي ياكلها ما يقولش عليها دي ما فيهاش لا بيض ولا لبن ولا كمان سمنة. هنعملها ازاي؟ بنجيب بولة وبنحط فيها كوباية من المية الدافية، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة او باكو من الخميرة. المكونات الجافة مع بعض 5 كوبايات من الدقيق، وطبعا احنا بنكتر ونقلل زي ما احنا عايزين. معلقة كبيرة من روزميري وزيها بالظبط زعتر، وطبعا نص معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده بنجيب الدقيق وبنكون نخلينه وبنعجنه عادي، وبنحط الخميرة. وبعد كده آخر حاجة بنعجن بيها يعني 4 معالق من الزيت، بتدي طعم حلو جدا. تمام. وبعد ما بتختمر خلاص بنفردها. العجينة دي معظمنا عارفها، يعني انا ما قلتش حاجة جديدة، بس بجد طعمها، ولو في حد ما جربهاش لا جربوها، وفعلا هتلاقوها زي ما انا قلت هشة جدا، وكمان عاملة كده زي الاسفنجية. بعد كده انا بفردها عادي خالص، بس مش بفردها رفيعة قوي. تمام. وبعد كده بحطها عادي في صينية، بنجيب الصينية بنحط فيها معلقة صغيرة من الزيت. تمام. وبعد كده بنحط العجينة وبنقطعها مكعبات صغيرة. ودي طبعا التقطيع دوت عايزة مكعبات، عايزة مثلثات، زي ما انت عايزة. بس. وبعد كده بسيبها 5 دقايق كده لحد ما اعمل معايا الشبت، و3 معالق من الزيت، وكمان معلقة صغيرة من الثوم، ونص معلقة صغيرة من الزعتر. عايزة تغيري الشبت تحطي بقدونس، عايزة تغيري الخضرة خالص تحطي اي حاجات تانية. بس بجد بأمانة طعمها حلو جدا، والشبت بجد حلو جدا جدا. الفطيرة دي اللي تاكليها كده بكوباية شاي، بجد طعمها يعني بجد حلوة، فطار او عشاء جميلة جدا. وزي ما قلت في البداية ان العجينة دي ممكن اعمل منها كمية واحطها في الفريزر، وهطلعها على طول واجدد في الحشو زي ما انا عايزة. تمام. وبعد ما بخلص خالص الحشو بجيب برضو زيتون، وبجيب الجبنة الموتزاريلا، وبكده هتكون خلصت معانا، ونحطها في الفرن. طبعا الفرن بنكون مشغلينها قبل ما نبتدي نحط الحشو فيها علشان تكون سخنة معانا، وما بتاخدش معانا ربع ساعة في الفرن، وبكده خلاص. وزي ما قلت بجد نعمل جنبها كوباية شاي حلوة جدا، فطار او عشاء. وبكده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في أكلة بمزاج مع توتة. ولو عجبكم الفيديو ياريت نشترك في القناة.